اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا صباح السعادة والهنا وراحة البال، يا رب دايما تكونوا في هنا وراحة بال يا رب جميعا، اللهم امين. تعالوا نعمل النهارده فيديو مشتريات جامد جدا، وتعالوا نشوف اشترينا ايه، وتعالي نعرف اسعار السوق ونعرف قد ايه انتي بتحتاجي، يعني تشوفي استخدامك من الحاجات اللي احنا هنشتريها لمدة اسبوع، لمدة 10 ايام، لمدة الشهر كله، على حسب استخدامك وعلى حسب الناس اللي موجودة عندك وعلى حسب عدد الأنفار اللي موجودة في بيتك. يلا بينا نكمل الفيديو سوا ونبدأ أول مشترياتنا بالطبق القمر ده اللي هنستخدمه في عرض الحاجات بتاعتنا، عشان أنا جايبة طماطم مكسورة وغالبا هحطها فيها عشان نشتغل فيها على طول، ونشوف الفيديو بتاعنا هنعمل فيه ايه. تمام، انا اشتريت الطبق ده، عايزه اقول لكم طبق جميل قوي، عجبني، خامته حلوه خالص، يعني انا غسلته على فكره. تمام، عايزه اقول لكم ان الطبق ده انا جبته ب20 جنيه، انا معرفش ازاي انا جبته كده، بس هو كان اخر واحد عند الراجل. يعني عايزاكم تقولوا لي هل كده سعره كويس ولا هو ضحك عليا ولا هو تمام ولا ايه. تمام، بس هو اكيد مش ضحكش عليا، يعني انا اي نعم ما اشتريتش طباق كبيره او الحجم ده من بدري، بس انا استغربت من سعره للامانه. تعالوا كده نشوف جبنا ايه. بصوا بقى، اول حاجه هنا عندنا وهي دي اللي هنستخدم لها الطبق الجميل اللي احنا جبناه ده، هي الطماطم. بصوا دي طماطم، بصوا زي القمر. ماشي، جبناها ايه، كيلو ونص، كيلو ونص ب10. انا ما جبتش دول بس، انا جبت تاني منها، بس ثانيه واحده نشوف حطيناها في اي كيس. دي كده الطماطم بتاعتي اللي انا اشتريتها. عايزه اقول لكم يعني في منها، في بياعين يعني بيبيعوها كيلو ونص ب10، وفي بياعين بيبيعوها اتنين ب10، يعني الكيلو ب5 جنيه. تمام، ثانية واحدة، تعالوا نشوف الكيس ده عشان نتخلص منه وننزله من هنا. ده رز، بصوا اسمه الوطنية، انا اول مرة استخدمه على فكرة، بس مش عارفة رأيكم فيه ايه، يا ريت تقولولي، بس انا شفت ان هو نضيف، فجبت كده 3 اكياس اجرب فيهم، لاني زي ما احنا عارفين مفيش رز اصلا في السوق، فقلت اجرب الوطنية ده ونشوف اخباره ايه. الكيس عامل 19 جنيه. طبعا سيدة التلاجة واللي مفيش غنى عليها، اللي بنحتاجها في كل الوصفات، وهي البطاطس. بصوا كده، اشتريت كمية بطاطس حلوة، لان انا بحبها تكون موجودة في التلاجة ومش بحبها تكون خلصانة. الكمية دي بتقعد معايا لغاية اخر الشهر. بطاطس لسه نازلة جديد طبعا، وزي ما انتم شايفين شكلها يفتح النفس جدا. عايزه اقولك انك انتي لو روحتي مكان ولقيتي فيه اسعار غاليه، يعني ما تكسليش انك انتي تمشي من المكان ده وتروحي تشوفي في الاسعار في مكان تاني. وبصراحه السوق كل واحد بيبيع بسعر، كل واحد بيبيع بمزاجه وبخيال. بصوا، بطاطس تاني وده كده كان البصل الابيض، انا بستخدم بصل ابيض. ودي البطاطا الطازه، هنعملها مشوية بقى ووصفات. بصوا مش قادرة اقول لكم، استنوا الفيديوهات ان شاء الله الشهر ده، هحاول ان انا اكون معاكم طول الشهر، هتزهقوا مني، وهحاول ان انا انزل لكم فيديوهات كتير، علشان يعني بصوا انا خلاص يعني قررت ان انا انزل فيديوهات كتير.
بس اهم حاجة ان انتوا تشجعوني، عشان انتوا بتحبطوني لما ما بتحطوليش لايك، وانا بحب اتشجع بلايكاتكم وكومنتاتكم الايجابية. بصوا دي طماطم مكسورة، جبتها 2.5 ب10 عشان نعملها صلصة. برضو كل الحاجات دي هنشتغل فيها على طول، هنشمر ونخش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اللي هنشتغل فيه هنسيبه، واللي هنشيله هنوديه التلاجة، ونظبط الدنيا حوالينا كده، ونشوف الكبير قوي اللي بنوسع له الرخامة. بس انا مش لاقيه له مكان اوسعها له حرفيا. بصوا استنى هوريكم، متستعجلوش، ركزوا. طبعا كلنا عارفين، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. بصوا الكرومبه بتاعتي اللهم بارك اللهم بارك، مش قادره اقول لكم دي بكام. عارفين الكرومبه الجميله قوي دي بكام؟ الكرومبه دي ب15 جنيه جبتها. تعالوا نركن كده الحاجات على جنب ونحط الكرومبه بتاعتنا جنبينا. طبعا هو الراجل مقشرها، قشر كل اللي من فوق تمام، وانا لسه هقشرها تاني طبعا علشان الاخضر ده كله مش حلو. طبعا هنقطعها مع بعضينا ونسلقها، واستنوا فيديو ما اقولكوش عظمه باذن الله. طبعا البسله نزلت، وطالما نزلت البسله يبقى لازم نجيب بسله، والبسله دي ب10 جنيه. وده نص خيار عشان انا مش بستخدمه كتير يعني للسلطه وكده، وكمان الخيار يعني صراحه ما كانش عاجبني قوي، فدول ب5 جنيه نص كيلو. ده كيلو فلفل ب10 جنيه. يعني انا بحاول ان انا ما اطولش عليكم الفيديو واعرض لكم كل الاسعار وكل الحاجات مره واحده. طبعا بعتذر على صوت الكياس جدا، بتمنى تسامحوني. بصوا جبنا جبنا خس وجبنا جرجير كمان. تمام. بصوا جبت جبت باميه. بصوا هي اي نعم كبيره مش صغيره، بس احنا ممكن ناخد منها الصغيره والكبيره نعملها فرق. يعني دي مثلا انا هنقيها، هفصل ما بينها وبين التانية، دي اخدها للفرق ودي اخدها اعملها براني. تمام. ده كان نص كيلو، جبته ب15، ايوه كيلو ب30. تمام. يعني بصوا بقى احنا دلوقتي كان عندنا كده كام طبخه. عندنا باميه حمرا وباميه خضرا، وعندنا بسله. تمام. وعندنا طبعا الكرنبه القمر الجميله دي، وعندنا البطاطس، وعندنا بقى حاجات كتير. يعني ممكن يوم مسقعة، ممكن يوم طبعا انا البتنجان لسه هطلع لكم البتنجان والجزر بتاع البسلة. كل الحاجات دي انا جبتها على فكرة، بس طبعا زي ما انتم شايفين الرخامة كنزة شوية. بصوا بقى الكيس ده فيه استنى متروحوش في حتة انا جاي. بصوا كده الكيس ده بقى فيه فيه ملوخية والخضرة بتاعة الكرنبة، وحاجة عظمة جدا. يعني ان شاء الله ما نسيناش اي حاجة، كل حاجة جبناها. يعني بقى عندي ملوخية وبسلة وبامية، بامية حمرا وبامية خضرا. تمام. يعني ممكن اعمل بامية وبامية خضرا مع بسلة، وممكن اعمل ملوخية مع بامية حمرا. تمام كده عندي تشكيلة. انا بفرز الحاجات دي في الفريزر طول الشهر، بتريحني وما بحتاجش ان انا اروح السوق تاني. انا ما بحبش افضل رايحه جايه على السوق، عشان طبعا زي ما انتوا عارفين حبايب قلبي ان انا معايا ابني صغير
طبعا انا دلوقتي بقيت اوديه الحضانة وانزل اجيب طلباتي، لكن يعني ساعات مش ببقى عارفة ان انا اعمل كده. فطبعا منسيناش الفاكهة بتاعتنا، جبنا موز، وده كيلو موز علشان بيبوظ ويسود. انا معرفش ايه الفكرة ان الموز يبقى قاعد زي الفل عند الراجل، تمام، بس نجيبه البيت يقوم يسود. وهنا جبنا ايه، استنى كانتالوب. اوكي، يبقى كده احنا جبنا خضارنا وجبنا فاكهتنا، ما نسيناش حاجة كمان، جبنا، ثانية واحدة، اعتذر جدا على الشخللة دي، جبنا البرتقال. بس ما حرمناش نفسنا من حاجة، وبكده نكون جبنا فاكهة الأسبوع، عشان طبعا دي مستحيل تقعد شهر. ولكن جبت مثلا 3 كيلو طماطم وحوالي 5 كيلو بطاطس مثلا، تقعد معايا فترة طويلة جدا، لأني احنا طبعا 2 وابني صغنطوط لسه، فأنا بحب أجيب حاجتي مرة واحدة، بحيث إن أنا مفضلش رايحة جاية على السوق وأتعب نفسي وأشيل حاجات كتير. وتعالوا بقى ايه، نشوف فيديو بقى بعد كده، ندخل في فيديو تاني جديد نعمل فيه تنظيفات الحاجات دي كلها مع بعضينا، ونعمل تفريزاتهم ونسيبهم في التلاجة الأسبوعين بتوعنا. خلينا نقول ان ده خضار بتاع أسبوعين، تمام. ونشوف بقى ايه هنعمل ايه مع بعضينا. طبعا انتي يعني لو لسه متجوزة جديد، مش عارفة تدبري، مش عارفة تفتحي بيتك، مش عارفة تمشي الدنيا ازاي، تمشيها يوم مثلا طبيخ، يعني فلنفترض طبيخ، ومعاكي مثلا مسقعة وكشري، ومعاكي شاورما ونجرسكو ومش عارفة ايه. فهنبص احنا هننوع بين كل حاجة، يبقى الشهر 30 يوم، ال30 يوم كل شوية هناخد أكلة مختلف. تمام كده لحد هنا. يا رب يكون الفيديو بتاعي عجبكم والمشتريات بتاعتي عجبتكم. طبعا بصوا يا نهاري على المنظر. طبعا استنوني بقى في الفيديو اللي بعد كده، هنشتغل تفريزات للحاجات دي كلها، وهنبدأ كده نلم في الحاجة دي واحدة واحدة ونركنها على جنب. بصوا معلش انا نسيت اوريكم ده، كنت عايزة اقول لكم ان انا جبت المفرش ده، مفرش للرخامة، تمام، هو عليه لزق. عايزة اخد رأيكم فيه وتقولوا لي ايه رأيكم، وهل لونه حلو وهيكون فاتح مع الكاميرا بتاعتنا وهيخلينا الإضاءة حلوة. انا بصوا انا اعتبر بقى ايه، عدلت لكم الصوت، عليته لكم وعدلت لكم الإضاءة، وعايزة اعرف رأيكم كده، ايه رأيكم في الإضاءة والصوت والتصوير. يا رب يكون اتحسن، وبتمنى ان كنتوا تشجعوني وتحطوا لي لايك. ما تنسوش اللايك يا جماعة، بالله ما تطلعوش من غير ما تحطوا لي لايك، او حتى تحطوا لي ديسلايك وتقولوا لي ايه اللي ما عجبكوش في الكومنتات. انا بقبل نقد عادي جدا، وكلنا اخوات وحبايب، وانا اللي هتقولوه لي انا بعدله لكم، وبحاول اني انا ايه اظبط لكم الدنيا شويه بشويه. خلاص كده تمام ان شاء الله، اشوفكم في فيديو جديد، تمام، وفيديو مشتريات جديد، واسيبكم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله حبايب قلبي، سلام عليكم.